السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير. زعزع اولا كلاص كيجي رائع جدا وكيجي زوين. يمكن لينا نخدموه بجوج طرق، يعني الطريقه الاولى هذه اولا الطريقه الثانيه نقسموا على جوج ديال الاجزاء ونديروا في مجمد، وبعد نقدموه بالطريقه اللي بغينا. طريقه التقديم كتبقى اختياريه. هذا هو الشكل باش قدمته انايا، يعني ما جمدوش ولكن راه كيجي رائع بهذه الطريقه وكيجي بنين بزاف بزاف. المهم ندوزو لطريقه التحضير. جوج ديال الحبات ديال البنان اللي غادي نقيهم وغادي نقطعهم طريفات صغار. صغيره ديال الزبده، ضروري تكون الزبده ما تكونش كتيره، يعني معلقه مع مراش. بعد كنضيفوا ليه هذوك الحبات ديال البنان اللي قطعت، كنحركهم على نار متوسطه حتى كيطيبوا شويه وكيتعسلوا. كنضيف معاهم واحد معلقه ديال سنيده، كيبقى معاهم حتى كيطيبوا كيحصلوا يوليو على هذا الشكل. ضروري خصو يطيب بحال كنعسلوه. بعد كنخليوه باش يبرد، كنزولوه وكنسرحوه على طبسيل باش يبرد. بعد كنخليه يبرد وكناخذ واحد الكاسرونه كنضيف ليها كاس ديال الحليب فلون بنكهه الكراميل، جوج معالق ديال السكر وجوج معالق ديال النشا. كنحركهم مزيان حتى كنذوبوا داك النشا، وكنزيدوا شويه ديال القهوه. النكهه كندير غير واحد شويه باش كيحصل على هذا اللون هذا. من بعد على نار متوسطه كنحرك حتى كيقاد ليا شويه، وكنضيفوه على دوك الطريفات ديال البنان. ومن بعد كنطحنوهم بالميكسور. ضروري نطحنوهم مزيان حتى كنحل كاع داك الحبات ديال البنان مزيان مزيان. ومن بعد ما كنطحنوهم مزيان كنضيفهم الشبكه باش نصفيهم. ضروري ما كنصفي هاد الخليط هذا. كنبقى نوريك بحال هكا غير بشويه بشويه حتى نخرجوا كامل من هاد الشبكه هذه. ضروري خصنا نصفيو بهذه الطريقه. بحال ما هكا غير بشويه بشويه. صافي. ومن بعد كناخذ واحد الموس وكنكرط ديك الشبكه من التحت، كنطيح هذاك الخليط اللي لاصق فيها. بعد كيصبح لي على هذا الشكل كيولي ملمس، وكنغطيه بواحد البلاستيك وكنخليه في الثلاجه حتى كيبرد تماما. كنحاول نهبط عليها البلاستيك الوسط باش ما تشكرش ليا داك القشره، وكنضيفها في الثلاجه وكنخليها تبرد. من بعد كناخذ واحد ربعه ديال لاكريم فريش وكنطلعها مع واحد 3 ديال المعالق ديال الحليب مجفف. الحليب كيعطي واحد النكهه زوينه وكيطلع لينا لاكريم في ساعه. حليب نيدو. بعد ما كنحصل على لاكريم كتكون قريبه طلع ليا، يعني طلع تقريبا واحد كنحس بها غدا بدات كتجمع كطلع. والمكون ديالنا الاول كيكون على هذا الشكل، كيكون برد وتجمع. كنضيفوه على لاكريم. ضروري يكون المجموع تيكون على هذا الشكل. صافي كنطربو مزيان مزيان باش ما يبقاوش في داك التكتلات. كنطربو مزيان ومن بعد كنزيد واحد نص معلقه صغيره ديال صوص كراميل ولا النكهه ديال الكراميل. وقبل ما كنكون كنخدموا هاد لاكريم كنكون كنبردو مزيان في الثلاجه باش دغيا يطلع لينا.
هذا هو القوام ديالو. يمكن لكم تضيفوا معلقه ديال الكليكوز مع الحليب. في الاول فاش كنا غنديروا الحليب يعني والفلون والمايزينا نديروا واحد المعلقه ديال الكليكوز. الكليكوز كيساعدو باش كيبقى واقف. الكريم ديالنا كتبقى واقفه ما كتهبطش ما كطيحش على حساب التزيين. صافي هذا هو الشكل ديالو. كنحصلوا على هذا القوام هذا، كنحطوه حتى كيبرد شويه، عاد كنضيفوه في كيس حلواني وكنضيفوه في الكيسان بالطريقه اللي بغينا. المهم كندير الطبقه الاولى وكندير المكسرات، شويه ديال البنان وشي طريفات ديال الشوكولا وكنضيف الفيرميسيل. المهم اي حاجه عندنا كنضيفوها اللي كان في المكسرات ولا في الديسير. صافي كنبقى هكايا حتى كنكمل كلشي. انا هنا كنت غندير الكيسان شويه قلب الطريقه درتهم في الزليفات حيت هذا الكاس راه كبير بزاف. صافي على هذا الشكل كيجيو بنين حتى في الشكل ديالو الصراحه كيشهي. وبعد اخر حاجه كندير شويه ديال صوص كراميل. كيجي صراحه رائع وكيجي بنين بزاف، ويمكن لينا نقدموه كديسير للضيوف ديالنا ولا العائله ديالنا، ولا على شكل زعزع بحال ما هكا، ولا نحضروا بطريقه اخرى يعني نفس المكونات ونفس الطريقه نديروا على شكل كلاص. كيجي بنين بزاف وكيجي ساهل في التحضير، يعني ما كنتسناوش شي وقت باش يوجد، غير كيوجد. وحتى المذاق ديالو رائع جدا وزوين بزاف بنين. وكنتمنى يعجبكم اقتراح ديالي عفوا وطريقه التحضير كذلك. وشكرا لحسن المتابعه ديالكم. ما تنساوش تفعلوا مع الفيديو وتخليوا لي واحد التعليق زوين ولايك للفيديو. وشكرا لحسن المتابعه والسلام عليكم.